خبير تحكيمي يكشف سبب الجدل التحكيمي في نهائي كأس الملك بعد إلغاء ركلة جزاء لنادي الاتحاد. شهد الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والقادسية إثارة كبيرة، حيث انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة حماسية قدم خلالها الفريقان مستوى قويا أمام الجماهير، غير أن التحكيم كان محورا رئيسيا للجدل خلال الشوط بسبب قرار تحكيمي أثار انتقادات واسعة. وإليكم التفاصيل، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. محمد كمال ريشة محلل التحكيم في منصة الرياضية وصف القرار الذي اتخذه حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد عند الدقيقة 29 بأنه قرار غير صحيح. وأوضح ريشة أن الكرة لمست يد المدافع داخل منطقة الجزاء، مشيرا إلى أن اللمس حدث في وضع يد متحرك، وهو ما يستوجب حسب قوانين اللعبة احتساب ركلة جزاء. وقال محمد كمال خلال تحليله: حتى لو كانت الكرة قد اصطدمت بجزء من قدم المدافع فإنها لمست يده وفي وضع غير طبيعي، وكان يجب على الحكم إشهار ركلة جزاء لصالح الاتحاد.